فيه معي مسحوب سويت انا يوم دخلت وانا مجهول، وقصيده في صحيبتي رحمه ابدي لكم مسحوب منها. دخلت في خرابه في جعش، في جعش طيب وادخل ايه هرب 9 ليالي بايامها ولا جي عرب ولا وادخل انا ويا خوي اللي قال لي وندخل في الخرابه وهي عليها غبره طين ونرقد ما درنا وش احنا رقدنا فيه. والصبح اصبح الى وجه خوي يقول ذا سكني خرج علي من المقبره. قلت وين الملامح تشابه علي؟ قلت انت علي؟ قال لي والله علي. قال الله الخير وش وجهك كذا؟ قال والله انا اقول لك شايف وجهك. الواحد ما يشوف وجه الثاني. اي ما يشوف وجه الثاني. فتاثرت انا يعني من ذا القصه والدين صحيبتي ذا شافتني وانا ابدا الشكر. واسوي قصيده ابى اسحب لكم منها 4 ولا حول. لا طول اللي يعجبك اللي يعجبك فيها ويا ابو محمد صاحبي ما سكن في جاش ولا في الدواسر طرقة الهضم ما ولي فيك ولي ساق بالسهم من الأرماش وصوب فوادي من عيانه وسوى ألا ليتني صقر اللي يقرأ على الأرياش علشان أشوف حبيبي من على جواها. أنا لا ذكرته كان فصل الصميم قشاش. أنا حن الذود والحوم يحداها ومنديرة الجدعان كم من ولد مدغاش وربعي حماة الحد لتردع عداها ما لك الزود. وجودي لهم وجد المفلس يريد الكاش وجود المهرب لبعد الليل مسراها على جيب شخالات تقرب المطراش على هالسنافي لبعد الخط تلواها يلزها بثالث في المساري وفي المقباش وكم دير النفخات شكمانها عداها. ألا يا علي جر البياضة فداك اللاش وجر القلم وكتب النبيات وقراها. ألا يا إلهي كافل الطير في العشاش تسمح دروبا لأن شامة وترعاها وكم ليل تنبرد وكم ليل تنبفرعش وكم ليل تمرها وكم ليل محلاها. نعاصر زمان خايبة في الدهر معاش ولا هم من يمشي على الرجل عناها وكم من سنافي لعتش الليل ما ينداش ويمشي دليله لأن شامة ويجراها إلى ظروف الوقت ما جيت خلف